السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. دائما مع سلسلة وصفات رمضان جبت لكم اليوم حلوى معسلة من المطبخ التركي. هذه الحلوى تجي فيتي كما راكم تشوفوا، وتجي محشية باللوز، والحاجة المليحة فيها انها تطيب في الفرن وبمقادير جد بسيطة. قبل ما نشوفوا المقادير ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس إذا كنتوا أول مرة تشوفوا فيديو اليوم. إذا أول شيء نحضروه لهذه الحلوى هي شربة أو عسيلة مخففة. في كسرونة نحط 3 كيسان تاي سكر مع 3 كيسان ماء، نزيد قطعة ليمون، نخلط حتى يذوب السكر ونحطهم فوق نار غير تبدأ تغلي، نخليها ربع ساعة ونطفي عليها. ولتحضير العجينة نحتاج إلى بيضة بدرجة حرارة الغرفة، نخلطها بالفوي، نزيد عليها كاستي زيت ونفس الكأس حليب سائل. الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. نزيد ملعقة كبيرة خل أبيض، نخلط الكل مع بعض مليح. هنا الخل راح يحسن من قوام العجينة. نبدأ نضيف الفرينة تدريجيا ونحاول نلم العجينة، ونزيد ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. العجينة تجي طرية بزاف كما راكم تلاحظوا. نعجنها شوية مدة دقيقة ونشكل حربوش بهذا الشكل، ونقطعه إلى 9 قطع متساوية الحجم. نخدم كل واحدة بيدي ونشكلها كرة. نكملهم كامل بهذا الشكل، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ربع ساعة. بعد ما ارتاحوا نحل كل وحدة بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. ما يكونش الحجم تاعهم كبير بزاف، راح يكون متوسط، المهم يكونوا رقاق، وضروري تحلوهم بالمايزينا باش تتحصلوا على التوريق المناسب. نحط وحدة فوق وحدة بهذا الشكل، وبينهم نحط المايزينا باش ما يلصقوش. بعد ما كملت ال9 كرات نتحصل على وحدة كبيرة بهذا الشكل. نخرج منها الهواء بهذه الطريقة ونحلها حتى تولي رقيقة ونتحصل على ورقة كبيرة. نبدأ نلوي من تحت لفوق حتى يولي حربوش طويل. ونبدأ نخدم فيه بهذا الشكل. نقطع بالموس قطع متساوية، وانتم تقطعوا راح تلاحظوا التوريق في كل قطعة. بعد ما كملتهم كامل نبسط كل وحدة بطريقة واضحة أمامكم ونحط الحشو. أنا درت لوز محمص ومرحي بدون أي إضافات. نحط كمية مليحة في الوسط ونغلق كل حبة ونحطها في صينية الفرن بلا ما ندهن الصينية لأن العجينة فيها زيت. هنا راني خدمت معاكم أكثر من وحدة باش تفهموا الطريقة مليح.
بعد ما كملت شكلتهم كامل ندهنهم بالزبدة ذيبة من فوق وندخلهم للفرن المسخن من قبل على 180 درجة غير يحمروا من تحت ويتنفخوا. نشعل من فوق باش ياخذوا اللون الذهبي، وبعد ما نخرجهم نعسلهم ديراكتومون بالسيرو اللي حضرناه. وفي الأخير ديكوريتهم باللوز من الجانب. وهنا راهم جاهزين أمامكم. هاد الحلوى بزاف بنينة وتقطع كمية كبيرة مناسبة جدا لسهرات رمضان وأي مناسبة وحتى للأعياد. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم وتجربوها. إذا عجبتكم ما تنساوش لايك للفيديو. انتظروني فيديو قادم. مع السلامة.